فعلا يا استاذ عبده. ها زي ما قال لك بابا، لان الجواز ده مش لعبه. على رأي المثل لما بيقول لك كل شيء بالخناق الا الجواز باتفاق. طبعا عارف ان الدنيا صعبه واستحاله ان انا ادخل حد بيتي من غير ما اعرف ان هي فعلا عندها اصول ولا لا، تحافظ على جوزها ولا لا، تحافظ على بيتها ولا لا، تحافظ على العيال اللي هتجيبها ولا لا. وعلى فكره ده اختراع بابا، وقال لي سيبني انا اختار لك يا ابني. يا جماعه انا ممكن افهم الكلام اللي انتوا بتعملوه ده استهزاء بينا. لا، مش حاجه اسمها استهزاء، في حاجه اسمها ان احنا بندور على بنت اصل مقصله تقبل باي وضع. فهمت يا استاذ عبده؟ وبعدين الدنيا صعبه قوي يا استاذ عبده، واديك شايف مش كل البنات كويسه، مش كل الشباب كويسه. فاحنا يوم ما بنختار وندخل حد في وسطينا لازم نختار صح. صح ولا ايه يا بابا؟ عايز اقول لك على حاجه، انا ابني خريج مدارس اكاديمي وخريج واخد الدكتوراه من بره من اوروبا، ومعاه ماجستير ومعاه دكتوراه في التنميه البشريه. عامة انا طبعا الموضوع كله جه بالنسبة لي مفاجأة وصدمة دلوقتي. بس هل صدمه حلوه ولا ايه يا استاذ عبده؟ يعني انا مستغرب، انا مش عارف افرح ولا ازعل ولا اتضايق منكم ولا اعمل ايه بالظبط. يا استاذ عبده الموضوع خلص. احنا عملنا اللعبه ديت عشان نتاكد بس ان فعلا البنت دي عندها اصل ولا لا. يمكن استاذه مروه بس اللي كانت عصبيه حبتين. لا على فكره مروه عندها حق برضه، خلي بالك، لان الموضوع ده بالذات فيه جانب وجانب. هي شافتها من وجهه نظر تانية، والاستاذه اخت حضرتك شافتها من وجهه نظر تانية، فعادي وجهتين النظر مش غلط.